فنادق جميلة. اسمه القديم فندق ليالي الحسين، واسمه الحالي اللي هو الرسم بتاعه فندق ليالي العرب. الفندق عليه تخفيض اكتر من 30%. سعر الغرفة عامل 407 دقائق مشي لخان الخليلي والازهر، 11 دقيقة بالظبط مشي. يبعد عن المتحف المصري 4 كيلو بس. الفطار مجانا، الواي فاي بتاعه مجانا، وكمان الغرف بتاعته مكيفة. في خدمة شاملة لغسيل الملابس، مناسب للأطفال. عزكم الله يمنع اصطحاب الحيوانات الأليفة. بالنسبة لسعره جيد، قيمة مقابل سعر المفروض يبقى أعلى. نظيف وسعر ممتاز، ينقصه التطوير. مناسب للمدد الصغيرة أكتر، والفطار بتاعه بسيط. قريب من جامع الحسين وخان الخليلي ومناطق سياحية كتير في المربع ده، والأسواق الشعبية كمان. رغم السعر القليل ده بيحافظوا على النظافة والهدوء في الفندق. ولكن نصيحة، الفندق محتاج تطوير سريع، وصرف بعض الأموال على الأجهزة، وصرف بعض الأموال على الصيانة. الشرفة بتاعته منظرها تحفة، مفيش مصعد، اسانسير، والحمامات تحتاج صيانة وتجديد. معظم الحمامات مش كلها. الغرف مش فاخرة، والإضاءة ليست قوية. عموما رفع كفاءة الأجهزة، التكييف والمروحة. لو هتقعد أكتر من يومين 3 هتفوتك مستلزماتك الشخصية معاك. هو مناسب جدا للشباب اللي هيخرجوا ويعملوا رحلات أو اللي يكون عنده مصلحة يقضيها، أكتر منه للعائلات. فمطلوب رفع مستوى الفرش والأجهزة والأساس. بس سعره رخيص جدا، خدمة مقابل سعر. في بعض الغرف فيه كويسة، حاول تعمل تشيك على الغرفة لمصلحتك انت. لو هتقعد كذا يوم اعمل تشيك على الغرفة، لأن في غرف مستواها كويس، الروف بتاعه رائع لتناول الفطار فيه، والمنظر فيه منه جميل جدا. في حديقة قريبة منه جميلة جدا. طبعا في نسبة قليلة من العمال بتحتاج بتبقى يعني عايزة بعض الإكراميات، ودي نسبة قليلة في الفندق. بس احنا بنرجو عدم وجود حاجة زي كده، وإذا كانت من الجست بيعملها أو النزيل بيعملها بتبقى حاجة ذوقية يعني. أنا جبت لكم كل الملاحظات على الفندق، ورجاء عمل لايك واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.